مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في قناه بلوت تويست. مبدئيا كده النهارده هنشرح وهنحلل الحلقه الاولى من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الموسم الثاني. لو انت لسه ما شفتش الحلقه دي ما تتفرجش على الفيديو ده علشان الفيديو ده هيبقى بحريه حرق كامله. ممكن اقول تفاصيل من احداث، ممكن اقول احداث حصلت، ممكن اقول حاجات كتير قوي. فاتفرج على الحلقه وبعد كده شوف الحلقه دي. تمام. اول حاجه حبيتها جدا في الحلقه الاولى هي وجود الشمال. البدايه بتاعت الحلقه كان فيها صوت لوهله كده حسيته جون سنو. بالمناسبه برضو كان في الموسيقى بتاعت جيم اوف ثرونز، ده حبيته قوي وشجعني قوي وحسسني الفايب بتاع جيم اوف ثرونز كده، فحسيت اللي هو ايه نوستالجيا والاشتياق. انا بصراحه انا من اكتر الناس اللي شافت مسلسل جيم اوف ثرونز ومسلسل خطير يعني بالنسبه لي. فوجود الشمال فيه بصراحه جامد قوي، حببني في المسلسل وحسيت ان اللي هو ايه احنا هنشوف شخصيات تانية غير اللي اتعرضت في الموسم الاول. حبيت ده. تمام. بعد كده الجانب بتاع بنت أليسنت والسحر. يا جماعه انتوا خدتوا بالكم وهي بتقول انا مش خايفه من التنانين، انا خايفه من الفئران؟ انتوا فاهمين معنى الجمله دي؟ معنى الجمله دي هو اللي حصل في اخر الحلقه لما فئران او الناس اللي هم الجواسيس بيطلق عليهم الفئران جم وقتلوا ابنها. دي برضو حته وتفصيله كده صغيره كانت جامده قوي وعجبتني قوي. بناء الشخصيات يا جماعه، بناء الشخصيات من الموسم الاول يعني، بس انت بقيت دلوقتي في الموسم الثاني قادر تفهم اغلب الشخصيات وبتفكر ازاي وهتعمل ايه. بس بصراحه حسيت ان ايمون في الموسم اللي فات كان بيتكلم قليل، فكانت الرهبه اللي فيه اقوى. الموسم ده برضو فيه رهبه وفيه كل حاجه بس مش زي الموسم اللي فات. تحس ان الموسم اللي فات كنا خايفين منه اكتر او مش عارفين نواياه اكتر او حاجات بالطريقه دي. ديمون برضو هو زي ما هو، تحس ان يا نهار ابيض على الكاريزما والشخصيه. رانيرا واليسنت جماعه تحس ان في توازن في القوه بطريقه كبيره. يعني الجانب بتاع السود رانيرا ديمون، الجانب بتاع الخضر فيه اليسنت وايمون. حاسس ان هم قاصدين او مش قاصدين، هم كده قاصدين، بس قصدي عاملين توازن بطريقه كويسه قوي بصراحه. يعني انا حابب المنافسه اللي موجوده، حابب ان زي ما في فيجر هنا في التنين بتاع ايمون ده هنا ديمون هنا. الحوار ده بصراحه جامد قوي بالنسبه لي. وفي شخصيات متحمس لها قوي زي ايريس ورينس، وعايز اشوفهم بقى في الحرب، عايز اشوف الكلام ده كله. بصراحه مش متوقع ان هيحصل حرب في الموسم الثاني. ممكن يحصل حاجات ايه مناوشات وحاجات كده. بصراحه ده مش محمسني للموسم الثاني، بس احنا مستنيين لحد الحلقه التاسعه. لو فاكرين في جيم اوف ثرونز الحلقه التاسعه دايما كانت هي الحلقه اللي بيحصل فيها ايه، بيحصل فيها احداث وبيحصل فيها حرب، وبتبقى اجمد حلقه في الموسم حرفيا. مستنيين الحلقه اللي قبل الاخيره. انا مش متاكد لو كان الموسم 10 او 8، بس لو 10 احنا مستنيين 9، ولو 8 احنا مستنيين 7. بصوا بصراحه في اول الحلقه الثانيه كان في ملل شويه بعد ما شفنا الشمال، وبعد ما سمعنا الصوت اللي هو شبه جون سنو من الشمال. بعد بدايه الحلقه حسيت ان انا زهقان شويتين ثلاثه. لحد اخر الحلقه ده كان مشجع شويه وكان حلو شويه. بس بصراحه عامه هو الحلقه الاولى عامه في اي مسلسل كويس، حتى لو تفتكروا في جيم اوف ثرونز كانت مش الحلقه الاولى، كان الموسم الاول كله كان بنفس الطريقه دي وكان في ملل كبير. حاجه تانية برضو حصلت في الموسم ده كلام لاريس عن اوتو هايتاور اللي هو عايز ياخد مكانه، او معنى صح عايز ياخد ايد الملك. ده حرفيا لو حصل هيبقى جامد قوي. وصراحه شخصيه لاريس اكتر شخصيه حاسسها اللي هو صعبانيه. يعني كنت في الاول حاسس ان اوتو هايتاور طلع عبيط، طلع حرفيا عبيط ما فيهوش اي حاجه من ذا ليتل فينجر. يعني حاسس ان لاريس شخصيه اقوى. حاجه كمان حزن رانيرا هيخليها متهوره جدا في بقيه المسلسل، زي ما سمعنا وزي ما قلنا يعني ان هي عايزه تقتل ابن مقابل ابن، اللي هي عايزه تقتل ايمون دي. فده هيخليها تخش الحرب اللي هي اصلا ما كانتش عايزه تخشها طول الموسم الاولاني، علشان برضو اليسنت وعشان صاحبتها ومش عارف ايه. وبالمناسبه اليسنت برضو التيوه بتاعت شخصيتها حابب التيوه بتاعت شخصيتها، بس ده هيتحول طبعا كله في المواسم اللي جايه. حاجه كمان قتل ابن ايجون حاسس ان هو ملوش لازمه. يعني انا سمعت اصلا وكنت فاكر ان هو ديمون مخليه الناس دي تقتل مش الوريث، مخليه الناس دي تقتل ايمون. فاحس ان قتل ابن ايجون ملوش لازمه قوي. مش عارف بصراحه. حاجه كمان عجبتني قوي في المسلسل هي التفاصيل والاهتمام بيها. يا جماعه الاهتمام بالتفاصيل في المسلسل ده رهيبه قوي. في الاخر تقييم الحلقه بالنسبه لي هو 7.5 من 10 مقارنه بالموسم الاول. كويسه في اولها كانت كويسه وفي اخرها كانت كويسه، بس في النص كان في شويه ملل. متوقع حاجات كتير بصراحه. متوقع ان اريس هيمسك ايد الملك لايجون مكان اوتو هايتاور. ومتوقع ان زي ما قلت هيحصل مناوشات او حرب كده في اخر الحلقات. انا متحمس للموسم الثاني وبصراحه بحب المسلسل ده قوي بعشقه. ايه اللي هيحصل مش هيخلي المسلسل ده حلو ان يكون في ملل في بقيه الحلقات. تمام. ففي الاخر اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ويا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتتابعوني. هنزل حلقه بحلقه وحلقات كتير قوي الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير وسلام.